بعد ما سجلت الفيديو دوت واكتشفت في الاخر ان الكاميرا ما كانتش بتسجل واتجلطت، قررت اقول لكم ان ليه مسلسلات يوسف الشريف هي تعتبر الانجح، مش عشان الاداء التمثيلي ليوسف الشريف عبقري، علشان يوسف الشريف قدم دراما تلفزيونيه محدش قدمها قبل منه. بمعنى ان المسلسلات كانت قبل يوسف الشريف حاجه وبعده حاجه تانية. هحكي لك. اللي حصل وقتها كان لازم يحصل. وقتها عرفت ان كل ثانيه معاهم هتبقى اصعب من اللي قبلها. ارجع بقى معايا كده لسنة 2011 ومسلسل المواطن اكس، واول دور كبير يوسف الشريف ياخده في التلفزيون. ومن سنة 2012 ويبدأ يوسف الشريف بالبطولة المطلقة لمسلسلاته. سنة 2012 يعمل مسلسلين، مسلسل تقليدي جدا كان اسمه زي الورد مع صلاح عبد الله لو تفتكر، ومسلسل تاني كان اسمه رقم مجهول. ومسلسل رقم مجهول ده هو اللي بيعمل ليوسف الشريف طريق يفضل ماشي فيه لحد النهارده. مين اللي بيكلمني في التليفون؟ أول مسلسل من نوعه في الدراما التلفزيونية بيتعرض قدامك على الشاشة بطل يوسف الشريف اللي انت لسه بتتعرف عليه. وينجح المسلسل جدا، مش بس مع الجمهور، ده ينجح كمان مع صناع العمل نفسه، لدرجة انهم بيعتمدوا عليه في مسلسلات تانية منها اللي كوميدي كمان، زي مسلسل الكبير قوي لما عمل حلقتين كاملين عن مسلسل رقم مجهول. النون نمبر. الو. وسنة 2013 يستمر يوسف الشريف بنفس النجاح في فكرة الغموض نفسها بمسلسل اسمه مؤقت، اللي بيكرر نفس النجاح مرة تانية، والناس بدأت تتلم كلها وبتتفرج على مسلسلات يوسف الشريف حتى على القهوة، وكأن مصر هي اللي بتلعب. يعني انت يوسف رمزي ولا لا؟ مش عارف. والتاني مرة بيعتمد صناع الأعمال على فكرة مسلسل يوسف الشريف الجديد اللي قالب الدنيا، ويضموها برضه المسلسل الكبير قوي، ويعمل حلقتين ولا 3 حلقات بنفس فكرة مسلسل يوسف الشريف. انا ما فكرتش حاجه واصله من امبارح، وهو ده اللي مخبرني. خليني اقول لك ان من بعد سنة 2013 يوسف الشريف يعتبر فتح باب كبير لنجوم ما كانوش عارفين يكونوا ابطال، برغم ان موهبتهم كانت عالية الا انهم مش لاقيين الباب اللي يدخلوا منه. عندك مثلا الفنان الكبير ياسر جلال مثلا، والمسلسلات اللي بدأ يعملها فيها قرب وتشابه من افكار مسلسلات يوسف الشريف. انت شفت صورة البنت عندي وبعدين اختفيت. انا لا فاضي ولا فايق ادخل معاكي في مناقشه زي دي. ده غير كمان المنصات اللي بدأت تدخل بقوة في فكرة مسلسلات الجريمة والغموض اللي ما كناش بنشوفها من قبل 2012. يعني انت كان اقصى غموض عندك كان مسلسل الدالي للفنان الكبير نور الشريف. انا سعد الدالي، انت مين؟ لان الدراما التلفزيونيه كانت مقسومه ما بين مدرستين، مدرسه نور الشريف ويحيى الفخراني، ويا سلام لو دخل كمان محمود عبد العزيز وعمل لك مسلسل. فيجي يا معلم يوسف الشريف ويفتح باب جديد للدراما التلفزيونيه ان لم يكن غير شكلها كله. واكبر دليل على ده هي سنه 2014 وعرض مسلسل الصياد في السباق الرمضاني. مسلسل الصياد قلب الدنيا حرفيا، يعتبر من انجح المسلسلات ليوسف الشريف، اللي بيأكد نظرية مسلسلات الغموض اللي بالطابع الاوروبي اللي دخلها يوسف الشريف للدراما التلفزيونية المصرية. ولكن يجي هنا بقى السؤال، هل يوسف الشريف بيعرف يمثل؟ هل أداؤه التمثيلي قوي فعلا يخليه نجم تلفزيوني بالطريقة اللي هو فيها دلوقتي؟ ولا الحكاية حكاية مسلسلات غموض وخلاص؟ في الحقيقة هما الاتنين شوية، بمعنى ان يوسف الشريف أداؤه التمثيلي ما هواش أقوى حاجة، وفي نفس الوقت الاعتماد على الأفكار الجديدة والغريبة في التلفزيون كان لها عامل كبير قوي في نجاحه. وهي دي بقى المعضلة اللي بيقع فيها يوسف الشريف سنة 2015 مع مسلسل لعبة إبليس. مسلسل لعبة إبليس هو المسلسل اللي المفروض يوسف الشريف فيه بيلعب بأدائه التمثيلي، مش بس فكرة الغموض والسلام. فكرة الأخين الطيب والشرير لازم تتعمل بأداء تمثيلي عالي يفصل الشخصيتين عن بعض، بمعنى إن كل شخصية فيهم لازم يكون ليها أبعادها وليها مواصفاتها الخاصة. وهنا كانت الحفرة اللي وقع فيها يوسف الشريف، لأن ضعف أدائه التمثيلي بان جدا في المسلسل ده. ده غير كمان إن قصة المسلسل ما كانش فيها عامل الغموض القوي اللي اعتمد عليه يوسف الشريف الكام سنة اللي فاتوا. فبالتالي يعتبر مسلسل لعبة إبليس من أضعف مسلسلات يوسف الشريف. وكان الحل هنا بالنسبة له وبالنسبة لي وبالنسبة لك لو احنا واقعين في نفس المشكلة هو ان احنا ندور في دفاترنا القديمة ونرجع لأكتر حاجة نجحت لنا من يوم ما بدأنا، وهو مسلسل اسمه مؤقت. ولكن لأنه ذكي وبيعرف ازاي يعمل مسلسلات الغموض ما عملكش اسمه مؤقت الجزء الثاني، عمل لك مسلسل القيصر. حق الميت يشوف اللي هيخلص عليه بعينيه.
مسلسل القيصر يعتبر من انجح المسلسلات ليوسف الشريف فعلا، ده غير كمان ان الحركه اللي في الاخر اللي عملت من مسلسل القيصر جزء تاني لمسلسل اسمه مؤقت عجبت ناس كتيره جدا وطلعوا يقولوا له شابوه يوسف الشريف. ولكن بيني وبينك هو بجد شابوه، لانه قدر يعمل جزء تاني من مسلسل من غير ما يقولك وخلاك تكتشف بنفسك في اخر حلقات المسلسل. وتيجي سنه 2017 ويتعلم يوسف الشريف من درس مسلسل لعبه ابليس ويبدأ يحاول يظهر لنا أداء تمثيلي فعلا، ولكن المرة دي من وجهة نظري هو بجد بينجح، لأنه عمل لك مسلسل كفر دلهاب. خليني اقول لك ان اخر حلقتين من مسلسل كفر دلهاب بالنسبه لي هم من اعلى اداء تمثيلي ليوسف الشريف من يوم ما طلع على الشاشه. وهنا يوسف الشريف نجح في اللي فشل فيه في لعبه ابليس، وهو فكره انه يطلع لك اداء تمثيلي ينفع انت تتفرج عليه، وعرف يقدم دور الشيطان ببراعه وبنفس طريقه الغموض اللي هو شاطر فيها. نفس الخدعه القديمه، نفس الخيه والمصيده، نفس الامل الكذاب. ويختفي يوسف الشريف من 2017 ل 2020 وما بينهم يعمل فيلم فاشل بيأكد له ان يوسف الشريف مش ممثل سينمائي قد ما هو ممثل للدراما التلفزيونية بأفكاره الجديدة. وحكاية فيلم بني آدم اللي نزل سنة 2018 دي نبقى نتكلم عنها بعدين. خلينا نروح لسنة 2020 ومسلسل النهاية. تحب تشوف الوش التاني؟ طموحات يوسف الشريف وأفكاره ما بتقفش دايما، لدرجة إنها وصلت إنه عايز يعمل حرفيا نفس الأعمال اللي بتتعمل في هوليوود، ولكنه ما خدش باله إن فرق الإمكانيات زي فرق المسافة من هنا لهناك برضه. فهنا يقع يوسف الشريف في مسلسل النهاية. مسلسل النهاية كان يعتبر مسلسل كويس كقصة، ولكن تنفيذه بالإمكانيات الضعيفة جعلت منه مسلسل هزلي. وهنا أنا ما بقولكش إن المسلسل فشل، ولكنه كان يعتبر من أضعف مسلسلات يوسف الشريف اللي عملها. وتيجي سنة 2021 ويعمل مسلسل كوفيد 25. الملائكة اللي كانت بتستعطفك وهم على سرير الموت طلعوا شياطين بتنهشك وهم على عرش الحياة. المسلسل اللي اتحول بطريقة تنفيذه من فكرة وباء بنواجهه في العالم لمسلسل زومبي زي مسلسلات ذا ووكينج ديد مثلا، مع فارق الإمكانيات طبعا. وساعتها يبقى آخر مسلسل ليوسف الشريف اللي برضه ما بينجحش معاه. فاحنا هنا لو جينا اتكلمنا على أداء تمثيلي ليوسف الشريف، فمن قبل مسلسل كفر دلهاب يوسف الشريف كان اعتماده الكلي على الأفكار الغامضة اللي بيقدمها في التلفزيون. أما من بعد كفر دلهاب نقدر نقول إنه بدأ يمتلك أداء تمثيلي بالخبرة اللي اكتسبها في الوسط الفني، ولكن يرجع ويقع تاني بسبب ضعف الإمكانيات اللي بيواجهها. فيوسف الشريف هنا يعتبر مقياس نجاحه مش فكرة ضعف أدائه التمثيلي من قوته، الفكرة كلها في الأفكار اللي بيقدمها في التلفزيون في كل مسلسل عن التاني. لأن المسلسلات قبل يوسف الشريف حاجة وهي كانت مدرستين، مدرسة نور الشريف ومدرسة يحيى الفخراني، ومن بعده بقت حاجة تانية خالص، بباب كبير اتفتح لنجوم كبيرة بقت أبطال النهاردة، لمنصات بقت قادرة تعمل أفكار كتيرة مختلفة. المهم انت قول لي رأيك، شايف ان دور يوسف الشريف في تغيير مسار الدراما التلفزيونية المصرية كان بجد كبير، ولا يمكن الحظ هو اللي ساعده ومسك في الفكرة اللي نجحته ومستمر بيها لحد النهاردة؟ مستني رأيكم في التعليقات، اشوفكم الفيديو الجاي. اللي حصل وقتها كان لازم يحصل. وقتها عرفت ان كل ثانية معاهم هتبقى اصعب من